السلام عليكم، انا محمد من قناه يوتيوب ميدو. النهارده حابب اشارك فيديو جديد في السلسله بتاعتنا، وبتمنى اللي هي تنجح بدعمكم ليا. فقبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلي على سيدنا محمد وعليه افضل الصلاه والسلام. وبس كده، ما تنسناش من اللايك والشير والاشتراك في القناه، وشير القناه مع اصحابك عشان تظهر لعدد كتير من الناس. وبس كده يا حبيب اخوك، اسيبك مع الشرح وكمل للاخر، أنا متاكد جدا اللي هو هيفيدك. مشاهده ممتعه. طيب هنا يا شباب، انا بشيت على سمعت صوت فوق عند السلم، فتحت ند على طول. طبعا احنا متعودين من الفيديو اللي انا كنت منزلها لكم من يوم كده، ان اول ما تسمع صوت حد، وبالذات لو خاصة لو انت لوحدك، تفتح ند على طول. جبت الاول وردة فعل، جبت التاني زي ما انتم شايفين كده. وردة الفعل دي تخشوا على التدريب، تتدربوا، وان شاء الله هيفيدكم جدا التدريب في ردة الفعل وتظبيط الايم عندكم. طيب هنا كنت في الاوبن، وفايتات الاوبن ما بحبهاش خالص. جبت الاول زي ما انتم شايفين كده، وصديقي اتنوك من التاني اللي هو عند الشجر اللي انا فتحت عليه الايم ده. فانا سبته يطلع عشان يعني يطمع في الكلاية، وجبته ايز. طبعا بشيت هنا بالعربية سكواد باش، فلعبت على الصوت. جبت الاولاني، وحرك دايما زي ما قلت لك، حرك، خدها قاعده، حرك الجويستيك، اضرب وحرك الجويستيك، ومشي ماشي البوتات وحرك الجويستيك نام السير. جبت الاولاني وجبت التاني، وخلصت الفايت ايزي يعني. طبعا انا بهيل هنا، سمعت صوت زي ما انتوا شايفين كده. طلعت ضربت وبعدين ما رضيتش اكمل في الضرب، لان هو كان ماشي البوتات، وانا متاكد جدا ان ماشي البوتات دي اي لعيب ما بيقدرش يواجه اللي بيمشي ماشي البوتات. فانا طلعت وزاولته وجبته، كان ايزي. طيب هنا يا شباب، بشيت انا وصاحبي وسمعت صوت قدامي، وطبعا فتحت نيد. فصاحبي وقع الاولان وانا رميت النيد، بس ما كانوش لسه قربوا. فتحت نيد تاني على طول، وانا سامع الصوت اللي هما بيبوشوا زي ما انتوا شايفين، وسبتهم ينشغلوا بصاحبي. لما تكون بتلعب بحد، حاول تخلي صاحبك ينشغلوا بيه. فانا فتحت نيد وظبطتها، وجبت اتنين، وطلعت بالبري فاير، سبقت بالبري فاير، وجبت التالت وايزي. كان الفايت ايزي، وخلصت الفايت في ثواني يعني، جي جي. طبعا خلصت الفايت من هنا، وكان في سمعت صوت قدامي هنا. فانا صعب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، هيبش عليه وهيعنق. شوفوا بس حركة الجويستيك انا بسحبها ازاي. بسحب حركة الجويستيك، يعني انا ببص على، بسحب حركة الجويستيك سواء يمين او شمال، بسحبها ناحية السيرن. ده هتضيع الايم، وهتكسب يعني طلقك كله هيجي في اللاعب، وهتكسب الفايت بسهولة. طبعا هنا نزلت، وانصحكم يا شباب لما تنزلوا المدينة ما تنزلوش في النص، انزلوا على الاطراف. حتى لو نزلت على النص، انزل الاوضة دي او الاوضة اللي هناك على اليمين. فانا جبت الاول بريفاير، وصنعت التاني جبته، ودخلت هنا على التالت دمشته. وزي ما بتعود، زي ما اتعودتوا معايا قلت لكم، وانتوا بتضربوا على اللاعب، ارمي الطلق، ارمي بريفاير، واسحب الجويستيك ناحية السير. هتجيبه ايزي، وهيبقى سهل عليك الفايت جدا. وهنا طبعا يا شباب كان في اتنين، وواحد بش عليا، يعني واحد بش عليا والتاني وراه على طول. فانا زي ما قلت لكم، انا فتحت هنا نيد، لقيته بش عليا على طول ومش هيستنى. فانا ضربت بري فاير، وسحبت الجويستيك يم السيرف. وهنا كان السلاح اتعمل يعني يضرب طلقة واحدة بالغلط، تمام. اتعمل فردي لوحده. فانا عشان انقذ نفسي ضربت بري فاير زيادة، وسحبت يم السيرف، وجبت ويزي. وهنا كان في اتنين زي ما انتوا شايفين كده، ضربت بري فاير. اهم حاجة وضروري جدا في لعبك يا صديقي، انك يعني ما تستغناش ابدا عن تضرب بري فاير. يعني البري فاير مهم جدا، خاصة لو بتلعب سولو. طبعا هنا كان زي ما انتوا شفتوا، لقيت واحد وكان بيفتح نيد. فانا شفته بيفتح نيد، فقمت جاري، فهو حسب اللي انا جريت خلاص، فقفل النيد عشان يجري ورايا. قمت مفاجئه ببري فاير، وجبته ايزي. وهنا رميت النيد ليه؟ رميت النيد علشان يتلغوش وما يسمعش صوت الخطوات بتاع رجلي، واجيبه ايزي. وهنا طبعا صاحبي كان واقع نقه، كان في واحد بره اللي هو ده.
فانا لازم تستعمل ذكائك، ومش كل حاجة لما صاحبك يقع نوك تريفو. لازم تستنى وتشوف اللي قدامك هيبوش ولا لا، لانه كان حاسب اللي انا بريفو، عشان كده باش. وانا كنت مستنيه يطلع، وفعلا طلع وجبته ايزي. طبعا هنا صاحبي متنوك وفضل اخر واحد. طبعا هو دمجني هنا انسب حل اللي انت تجامب، وكمان السلاح ما كانش فاضل فيه غير طلقة شوت جن، ولو معاك شوت جن واللي قدامك دمجك، انسب حل عشان تضيع ايمو تجامب وتحاول تظبط الطلقة بتاعتك. طبعا هنا انا مركز حتى وانا برف صاحبي، وهنا التركيز في اللعبة يا شباب لازم تبقى مركز جدا جدا وانت بتفايت. انا برف صاحبي وسامع خطوات، اول ما يدخل انا عامل يعني ظابط الايم على الباب، او عشان اول ما يدخل اضرب البري فاير واجيبه واوقعه ايزي. طبعا هنا يا شباب انا سمعت صوت جوه، رميت النت هنا مفيش حد، فطبيعي هيبقى الصوت، هما طبعا قاطعين نفس فبيرموا، فطبيعي هيبقى فوق على السلم. فرميت النت وظبطتها، جبت الاتنين ايزي وطلعتهم على اللوبي ايزي. طبعا هنا صديقي صاحبه وقع نوك تمام. انت هنا تستعمل ذكائك، وزي ما قلت لك تحرك، شوف ركزوا على الكاركتر بتاع اللاعب بتاعي، شوف بيتحرك ازاي، بيتحرك يضرب ويسحب يم يسحب جويستيك يم السر علشان يضيع الطلق الخصم، ويقابله من كده ان طلقك يجي في اللعن، فانت تبقى ضيعت له طلق الخصم وجبت طلقك كله في اللعن. وهنا كان فايت على الجبل فمناسب جدا، واهم من بدء الفايت او اهم من الفايت هو اختيار المكان اللي انت تفايت منه يا صديقي. هنا وقفت على الجبل في حتة الظهر ما يكونش فيها ناس، وجبت الاولاني ورميت من لجوش التاني عشان ما يسمعش صوتي او تدمجه حاجة من الاتنين وتجيبه ايزي. وطبعا حركة هنا العربية، حركة الام هنا يا صديقي، انك يعني تخلي الطلق سابق العربية بخطوتين عشان تعرف تصيب. وهنا طبعا كنت دمجت صحابي كانوا واقعين، فانا عملت هنا ايه، دمجت هنا الاول وانت بتبش عليه. مادام انت دمجته لازم تبش على طول حتى لو كذا واحد، بس وانت بتبش تتحرك اللي هي حركة يمين في شمال علشان ما يجيش فيك الطلق وتجيبه ايزي. طبعا هنا يا صديقي يعني كلنا بنتعرض للمواقف دي لما تكون بتبش وتلاقي فجأة تلاقي عربية في وشك. طبعا أنا نزلت هنا ولقيت واحد فتح زي ما انتوا شايفين كده على يمين، فهنا ما لقيتش حتى اخش من الباب ولا كده، فانا اعتمدت هنا على سرعة رد الفعل وعلى ايمي. وزي ما انتوا شايفين كده يعني ردة الفعل كانت عنده قوية ووقعت التلاتة. فانت هنا مادام في الاوبن لازم تعتمد على حاجتين، ايمك وردة الفعل. وبالمناسبة ده يحتاج يعني الحاجة دي تحتاج مش بتيجي بالسهل، بتحتاج إلى تدريب، تخش تدريب كتير وتتمرن عليها. طبعا هنا يا صديقي كان صاحبي واقع نوك زي ما انتوا شايفين كده. وانت زي ما قلت لك اهم من الفايت نفسه لازم تختار المكان اللي انت تفايت منه، وتفهم كام واحد ومكانهم فين علشان ما تتغفلش وتعرف تفايت. هنا شفت واحد وقعدت الواحد نوك زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا كنت اتدمجت فجيت خدت كفر، ما فيش كفر اخده غير الباج دي، فخدت كفر اهيل واظبط هيله، والتاني بشيله اوبن وطلعت شيلته ايزي. والتالت بش عليا بالعربية، عملت دوج يمين في شمال وسحبت الجوستك ناحية الشمال ووقعته ايزي. فهنا يا صديقي عايز اقول لك حاجة وتستفاد حاجة، ان الفايتات طول ما انت بتلعب، وخاصة لو بتلعب مع سكواد بتلعب سولو، هي لازم يبقى تفكيرك واحد، ان انت تلعب بذكاء وما تعتمدش ولا على فريماتك ولا تعتمد على اي حاجة ولا قوة الجهاز ولا اي حاجة. تعتمد على حاجة واحدة، ذكائك واختيار التوقيت المناسب للبوش والمكان اللي انت تبوش منه. طبعا هنا صديقي فايت في المدينة قدام واحد زي ما انتوا شايفين كده، اديته بادي في تشوت
فطبيعي لازم في ناس في ظهر، فطبيعي اخلص ده. فانت هو واخد سرد عليا، فهو جامب وام كله ضاع، فهو بيجامب، انت تقوم مفاجئه بجامب زيه، وهتجيب الطلق كله فيه عشان هو واخد عليك سرد، وتفاجئه بجامب وتوقعه عيزي. طبعا هنا الناس اللي خلصت اللي كانوا قدامي، ووقعت اللي كان في ظهري، وقعدت واحد وبشيت على التاني. بص يا صديقي، الحركة هنا ذكية جدا. شوف انا فتحت ايه، انا فتحت إيه الاي كي السكوب، تمام، وفضلت مبيك يميني ليه؟ لان هو طبيعي هيجيلي من الناحية اللي انا فاتح عليها سكوب، وهشيله ايزي. طبعا هنا سمعت صوت ناس بشوا عليا، فجبت الاول. بص يا صديقي، في العماير سكول لما الناس تبش عليك، ومادام انت وقعت واحد واخد تحت زي ما انتوا كنتوا شايفين، واخد سرد كده ناحية الباب على اساس ان انت تنط، انت فعلا نط واعمل منظور الشخص الاول، وهتجيبه قبل ما هو يشوفك. طبعا هنا في العماير وانا ماسك سرد، بحاول افتح نيد واظبطها، وبالفعل وقعت واحد. فانا في ناس على اليمين وفي ناس على الشمال، ومش معايا ولا نت تاني ولا مولوتوف. فانت تاخد يعني تفايت اول باول، وتبدا من المكان الصح اللي انت تفايت منه. فانا وقعت واحد اللي هو كانوا على اليمين دول، فانا نزلت نطيت من الشباك على اساس ان انا وقع التاني، وهو مضغوط من الناحية التانية، فهيضطر يجيلي هنا ويفايت معايا زي ما انتوا شايفين كده. فانا ما يعني تعود ما تثبتش من مكانك علشان تحير الخصم. وزي ما انتوا شايفين كده، وقعت صاحبه التاني، والسكواد التاني جاب الباقي من السكواد ده. طبعا السكواد التاني واخد سرد زي ما انتوا شايفين كده، انا لازم امسك هاي عليهم، او على الاقل امسك السلم عشان انا سولو وهم سكواد. حركة البنزين دي ذكية جدا، وقلت اعمل حركة البنزين، المفروض كان يقع بس مش عارف ازاي موقعش. بص يا صديقي، لما تكون ماسك السلم ما تقعدش اللي هي القعدة العادية اللي مفهومة والكل عارفها، امسك اللي هي الزاوية، امسك الزاوية. طيب هقول لك هنا يا صديقي، انا وقعت اتنين وكان فاضل واحد. انا ازاي يعني الغلط، انا جايب لك الفايت ده عشان تتعلم من الغلط اللي انا عملته. انا الفاضل الاخير ده المفروض كنت اسحب الجويستيك، لو عدت الفايت تاني المفروض كنت اسحب الجويستيك ناحية الشمال، وكنت يعني هضيع طلعه كله، وكنت هجيبه يعني ناحية السرد زي ما انا قلبه. بس انا سحبت الجويستيك، لو عدت الفايت تاني سحبت الجويستيك ناحية اليمين، فبالتالي هو كسر ايمه كله وضاع ايمه، وبالتالي وقعه. وهنا فايت يا صديقي، انا وقعت واحد زي ما انتوا شايفين كده، وعملت نفسي ان انا نازل تاني. طبعا وقعت اتنين هنا وهو واخد سرد يميني، فبالتالي لازم ابوش. ضربت بري فاير ما طلعش، وهنا ضربت تاني بري فاير، فالسلاح كان خلص. فيكون عندك سرعة بديهة، وتقوم مبدل على السلاح التاني على طول، وهو هيجمب عليك، لا هيطلع لك في وشك على طول، فانت تكون محضر البري فاير، وتضرب بري فاير هتجيبه على طول. وانا صديقي كنت يعني لسه نازل، وده كان مكمبر قدامي، وسرعة البديهة جبت الاولاني وشوفه كان دمي عامل ازاي، والتاني صاحبه ده. وقايل لك من اول الفيديو، لو رجعت لقطة الشوت جان، تكسر اي ايم ودمك نقطة، اعمل جامب، لو وخاصة لو معاك شوت جان هتكسر الايم وهتضيعه. طبعا زي ما قلت لك يا صديقي، ما تمسكش يعني السرد المعروف، امسك يعني الزاوية بتاعت السلم اللي ما بين الطلوع لفوق والنزول. وانا هنا بعد ما نوكيت الاتنين ما فنشتش وسبت التالت يجي عشان اجيبه، ويبقى كده خلصت السكواد. لما تنوك اتنين او تلاتة ما تفنش وسيب الرابع يجي، وتفنشهم كلهم مرة واحدة علشان يعني تخلص السكواد كامل. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.